السلام عليكم كبيدات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديالي تلقاكم في افضل الاحوال يا ربي وبصحه جيده. كما كتشوفوا عندي هنايا بغيت ندير واحد العشيوه اللي هي خفيفه وفي متناول الجميع. كيف ما معودكم في وصفاتي دائما تندير شي حاجه اللي هي في متناول الجميع، ماشي مكلفه. كما كتشوفوا عندي هنايا الجنيوحات والعناق، ديجا ضربت لهم غسله بالخل وسكينجبير والملحه، غسلتهم مزيان. وعندي هنا جوج حبات ديال البطاطا قطعتهم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وعندي هنايا بصله ماشي كبيره وماشي صغيره، وعندي القزبور، وعندي 3 ديال الفصوص ديال الثومه الريوس اللي هما كبار. وهنا العطريه كما كتشوفوا اخر حاجه، سكينجبير، الملحه، خرقوم، الابزار، فلفله حمراء. هاد الوصفه هادي شوفوا ننصحكم تجربوها، ما تنكذبش عليكم والله القسم الا تجي ألد منها ما كاين. مكوناتها بساط، ويعني ملي تنشريو الدجاج اكيد تنحتفظوا دائما بداك الجنيوحات يبقاو لنا او العناقات. يعني راه الجنيوحات هذا تيكونوا في كل بيت. كيف ما قلت لكم، كتجي هاد الطبق هذا كيجي فيه اللذة بحال الهرقمه. شتي الهرقمه او التقليه، الطعم ديال التقليه اللي تنقولوا الدواره، لان طايبه بنفس عطريتها. كما شفتوا انا راني خويت الزويته في الطاوه وخليتها سخنت، لحت عليها البصيله تشحرت، ومن بعد لحت القشيوشات ديالي درت عليهم العطريه التويمه. وهنا القزبر كما كتشوفوا انا ما لحتوش كامل داك الزليفه، يعني كانت عندي ربيطه معاوطه، انا لحت النص ديال ديك الربطه، هزيت شويه بيديا ولحتو، والنص الاخر غنحتفظ به حتى نجي نلوح البطاطا، وداك الساعات نلوحو معاها حتى هي. كما كتشوفوا هنايا انا لحت كلشي دابا، وغادي نخليهم يتشحروا. ضروري من التشحار تيعطي الجميله ديالنا واحد طعم لذيذ. ضروري داك اللذة البصيله كتطلق مع الدجاج مع التويمه مع القزبور، كتجي لذيذه. غير جربوها ما غاديش تندموا، وسهله وبسيطه. اللي كيتعشى هكا في الليل، يعني كاين معظم الناس كاين اللي ما كتعشاش او كتاخد شي حاجه خفيفه بحال سلطه او هذا، وكاين اللي كيتعشى. بالنسبه للناس اللي هما كيتعشاو يعني هذا عشاء ماشي نقول لكم خفيف، وانما نقول لكم ساهل بسيط، كيطيب في وقت وجيز. كما شفتوا انا هندي الطاوه ديالي راها تشحرت وخويت عليها الميها مرقتها وغادي نقفل عليها. شوفوا هما الدجاج وهذا ما تحتاج تقفل عليهم، ولكن انا كنت مزروبه باش نحط العشاء، لان انا هنا راني معطله بالعشاء، راهم دغيا وجدولي. صافي قفلت عليهم، ما بمشيت وجدت هاد الشليضه هذه كما كتشوفوا معايا سلطه ماروكان. ما جيت فين يعني نقيت الماء تشا وصوبتها حتى كان تبارك الله صافي. فهمتوا يعني باش تعرفوا الوقت، صافي ما كامل 4 ساعة. حليت عليهم ولحت البطيطه ولحت الربيع اللي تبقى لي في داك المريقه اللي صافي. انا يعني فاش رويتها درت الماء يعني ميزاني اللي غادي يطيب فيه داك القشيوشات، ومن بعد نحل نلوح البطيطه باش ما غنزيد لا ما لا حتى شي حاجه. شوفوا كي جات هنا، عرفتي راها جات غزاله، والريحه ديالها وهي طالعه كتشهي، الريحه ديال التقليه تنقول لكم. وهنا بغيت نرافقها بواحد الكلاص. هاد الكلاص هادو شوفوا انا خديتهم ب5 دراهم، يعني ماشي غاليين بزاف. من عند مولا كلاص، من عند عفوا من عند المحل اللي كيدير 5 دراهم. انا خديت من عنده هاد جوج ديال لي كلاص، خديت واحد الكراميل واحد ديال الشكلاط. وهذاك ديال الشكلاط غادي نخلطو بدانون ديال الشكلاط باش كيزيد داك اللوغو ديالو تيخرج تيبان. وهنا كما كتشوفوا غادي نرافقوا بداك بيمويات. انا خديت داك مومو وواحد كوكيز. هنا وليداتي ما شاء الله عليهم راهم كلاولين بيمو ما خلاوليش فيه.
وهنا صافي انا نطلع دابا الكلاص ديالي كما شفتوا. خويت الكلاص في البانيو، ودرت عليه كاس ديال الحليب وكنطربوه بالطراب. شوفوا هنا ما تعلقوش عليا لا عطاكم السر وتقولوا لي لا واه ما كيتندرش الكريمه هي الاولى زعما الكلاص او الكريمه. نخوي الحليب وعاد تحلي ساشيه وتخويها عليها. نتوما عارفين ملي كتكونوا واقفين في الكوزينه تكونوا مدروكين. المهم هي النتيجه، ملي تكوني عارفه راسك انك عارفه لواحد الحاجه وغتطلعيها ومتمكنه منها، فما تبقايش تفكري شنو اللي غادي يسبق، واش غتسبقي هذه ولا غتسبقي هذه. صافي ياك كلشي غيتخلط في التالي. المهم النتيجه، المهم شنو غادي يطلع في لافان. هذا هو المهم. كما شفتوا هنايا الكلاص ديالي هو بدا تيعقد. انا راني تنطربو، يعني طربته بسرعه، طربزتلو في السرعه باش طلع ليا. وحاجه اخرى، الحليب خصو يكون بارد. انا راني كنت حاشيه في الفريغو ومني جبتو راه بارد، يعني بحال اللي تنطلعوا به الكريمه تماما باش دغيا تيطلع معنا الكلاص. انتما تشوفوا القوام ديالو كيفاش جا داير، عرفتي جا غزال. يعني بسيط، وكما تنقول دائما في متناول الجميع. 5 دراهم ما هي شي باش تفرحي وليداتك وتفرحي حتى راسك. وتبارك الله ما شاء الله كتعطيني كميه كثيره. هاد الساشيه وحده ديال 5 دراهم كتخرج ليا 6 ديال الكيسان. هانتوما تشوفوا الكيسان اللي انا غادي نستعمل. كما كتشوفوا هنا انا ضفت عليه 2 علب ديال دانون ديال الشكلاط، فكتعطيه واحد اللذه. شوفوا الا بغيتوا تضيفوه ضيفوه، لكم الاختيار. يعني دائما تزيين، دائما داكشي اللي كيتزاد فوق من هذا التزيين لكم الاختيار. نتوما شنو بغيتوا تضيفوا. بغيتي تخلي الكلاص طبيعي ما فيه حتى شي حاجه حتى هكاك وراه مزيان، حتى هكاك فيه لوغو ديالو زوين ديال الشكلاط باين، ما تضيفي له حتى شي حاجه. هانتوما شوفوا القوام ديالو هنا كيفاش تيجي. الكويسات ديالي ديال العصير انا هما هادو اللي غادي ندير فيهم. كما شفتوا هنايا بيمو انا غادي نفرطو غير بيديا، بركت عليه هرمشتو غير بيديا هكا درت ليه وصافي. وغادي نعمر داك الكويسات. وهنا هانتوما شوفوا الكاس. عفوا انا غادي ندير النص الكاس غنديرو النص بالشكلاط والنص غنديرو بالكراميل. يعني انا بعد ما غنعمر الكيسان غنصصهم كاملين، غنديهم كلهم على نفس هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغطيتهم بالبسكوي. ومن بعد غادي نطرب الكلاص ديال الكراميل. شوفوا لي هذا المنظر كيجا، وعرفتي راه جا واحد الكلاص ما شهيتكم. كما قلت لكم حاولوا يعني متعوا وليداتكم متعوا راسكم. علاش لا؟ ملي كتسالي شغالك تبغي تهزي واحد الكويس هكا تبردي به على قلبك ولا لوليداتك هكا، تبارك الله. انا قلت لكم هي وحده يعني راه صغير، ولكن وحده كتخرج ليا 6 الكويسات من هاد الكيسان هادو. تبارك الله والله لا تعطيني كميه كثيره. هنا انا بديت نطرب ديال الكراميل. والكراميل انا حاولت نلعب له على لوغو ديالو، زدت له خديت له فلون ديال دانون فلون، وخديت هذا فيه لوغو د الفاني. هاد الدانون تيعجبني فيه واحد لوغو د الحموضه على حلاوه ولوغو د الفاني. عرفتي جا واحد لوغو خطير. يعني جربوا بهاد الطريقه اللي عطيتو لكم. بغيتو ديروا 2 ديال دانون ديال الفلون ديروهم، ما بغيتوش ديروا ما ديروش. ولكن عرفتي راه جا واحد لوغو خطير. غير جربوه ما غاديش تندموا. هنا انا كنت عمرت الكويسات ديالي هانتوما كتشوفوا على هذا الشكل. وراه تبارك الله الكويسات عندي كبارين راه غير ما باينينش، يعني مع التصوير راهم ما باينينش. ما يعني الكاس ما باينش، ما عطيش حقه. الكاس راه كبير ديال العصير، راه هاز. كما شفتوا انا نصت لتحت بالشكلاط والفوقاني بالكراميل. ومن بعد بقى ليا داك بيمو مهرمش، قلت علاش لا غادي نضيعو هكاك غادي يبقى. راه نضيفو من الفوق. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص كما كتشوفوا، وجا غزال رائع. حماقوا عليه وليداتي من بعد العشاء، منين نوجد العشاء وتعشاو وسالاو. غير اعتمدوه ما غاديش تندموا. وهذه هي الصبابه ديالي اخر حاجه. شوفوها اللي كي تجي وبالصحه والعافيه. وما تنسونيش من البارطاج والتعليق ولا لايك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي.
وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله السميع العليم. شوفوا لي على هذا الروعه هذه، عرفتي راها تجي لذيذه لذيذه لذيذه. شوفوا داك المريقه كيفاش ملبيه، شوفوا داك العناقات والله العظيم عرفتي بحال تاكلوا التقليه كيف ما قلت لكم.